السلام عليكم حبابي، مرحبا بكم معايا اليوم ان شاء الله باذن الله. غنشارك معكم الفطور ديالنا. بالنسبه لينا صايمين في الشهر ديال رجب، وغنشارك معكم الفطور الخفيف الظريف المتواضع. يلا معايا ان شاء الله وتشوفوا الفطور ديالي. في هاد الطويجين هذا غادي ندير شويه الزيت، داك المنسم ديال الثومه والفلفله وهذا وورقه سيدنا موسى، داك اللي شاركت معكم في القناه. لا 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 رجعي، لا لا رجعي الفلفله، رجعي ما تهبطيش، هاي ما بغيتكش تخرجي. هانتوما غندير زويته هكا ونخليها تشحر مزيان. وبعد ما سخنات الزويته دابا غندير عليها هاد لي زيبيناغ او السبانخ كيف ما كنقولوا ليهم، اللي غسلتهم مزيان وشفتهم مزيان وقطعتهم ورميتهم دابا باش غادي نعمر بهم البريوات ديالي. وهنايا وهما كيتشحروا انا غندير معكم ديك لاكريم ديال الثومه اللي صوبت انا وياكم واحد شويه هكا. وبالنسبه للبزار ما غنديروا شيء لان درت الزيت منسم فيه الحار وفيه ورقه سيدنا موسى وفيه في نفس الوقت الثومه، غير بغيت نشحرهم مزيان حتى يطيحوا وداك الساعه غنعمر بهم. وهنايا غندوز باش نوجد معكم الحسوه ديالي. عندي هنايا الذره مطحونه يعني بداز، غندير واحد 2 معلقات هكا، وغندير 3 المعالق ديال الشيشه الرقيقه، يعني البلبوله الرقيقه كتجي زوينه خلاص هذه في الحسوه. وهنا كنخوي عليهم الماء، كنغسلهم بعد الغسله الاولى لان بداز راه كيتصفى الماء فوق منه هكا. كنحاول نخلطهم باش ميبقاوش دوك الكبيرات، وكنخليها ترتاح. عاد هاد الماء هذا اللي فوق منها كنخويه وكنزيدها ماء واحد اخر بحال هكا، كنخليها دابا بلاتي حتى كتصفى وكنعاود نشللها. دابا غندوزو باش نصاوبوا الحسوه ديالنا او الحريره ديالنا. هنايا كندير واحد البصيله مشلضه والعويدات الرقاق ديال المعدنوس والثومه اللي ماشي كريم، الاخرى ديك اللي مهروشه شويه، غادي نديرهم هنا وغندير لهم زويته ونخليهم يتشحروا مزيان. بسم الله. انا الحسوه ديالي هاد الطريقه اللي كندير ليها، كنقلي هاد البصيله من داكشي الرفيع وعاد ما كنديرش الماء هو الاول كما كيديروا بزاف الناس. شلون كيديروا الحسوه هكذا، هاد الطريقه كتجي زوينه بزاف. هنا غنزيد مليحه على هاد البصله والمعدنوس والثومه. غندير الخرقوم. لا بغيتو ديروها بمطيشه كتجي زوينه، انا موالين الدار ما بغاوش ليا الحسوه بمطيشه، درت فيها الخرقوم باش تكون شويه عاطيه اللون ديالها زوين. وغندير شويه ديال السكينجبير وغادي نخليها تشحر. ومن بعد ما تشحرت لي البصيله غادي نزيدها شويه الماء طيب باش ما تلصقش. شفتوا غنزيدها الماء طيب دابا وغنخليها هكا. هاد الحسوه ان شاء الله غنصاوبها معكم بالاعشاب. هانتوما غتشوفوني دابا شنو غادي ندير. وهنايا الاعشاب اللي غندير، درت معلقه نص معلقه صغيره ديال حب الرشاد، نص معلقه ديال الكرويه، نص معلقه ديال النافع. هاد الحبوب هادو زوينين بزاف لهاد البرد، وعرفتي كيعطي واحد المذاق للحسوه غزاله تبارك الله. دابا غنخلي كلشي غادي ينسجم ومن بعد غادي ندير ليها الماء وعاد غندير لها داك الساعه الشيشه وبداز. بعد ما نسجموا هاد العناصر غادي نزيد شويه الماء باش يتعادل وغنرمي فيها دابا. بسم الله. وهنايا غنخليها طيب داك البصله وهذوك التوابل اللي درت والبلبوله وكل شيء غادي يطيب في دقه واحده. عرفتي هاد الحسوه بغيت نشاركها معكم لانها كتجي لذيذه بزاف. انا كنديرها في البرد، هذا علاش شاركتها معكم باش نتوما ان شاء الله تجربوها. بعد ما خليت الحسوه ديالي كطيب دابا غناخذ هذا الجبن هذا خديته ريكوتا باش غندير به هاد السيجار او بريوه او هكا، وبغيت نشاركه معكم. هاد الجبن زوين بزاف، خديته من اسواق السلام في الصويره هكا. وغادي نخلطو مزيان مع هاد لي زيبينا وغادي نعمر به سميتو البريوه ديالي او سيجار على حسب شنو غادي ندير. على بركه الله. هاد الورقه صوبتها قبيله وما شاركتها شيء معكم لانني عندي الشوفو ديال الحمام كاين في الكوزينه، ولقيتها اللي كيدخل شي واحد للدوش
كيحل الشوفو كيكون الصداع بزاف. كنت كنعجن فيها وبغيت نشاركها معكم، لقيتها اللي داروا الحمام صافي وانا نحبس. هذه ديك الورقه العاديه اللي كنصوبوها جميع، اللي كنديروا عجينه عاديه فيها غير الماء وشويه الملحه. وهذا صافي عجنتها بالماء والملح والماء بارد، وليني درت فيها شويه ديال اللون. في الحقيقه بغيتها تكون اللون ديالها يكون صفيفر ما يكونش ابيض. بسم الله. المره الجايه ان شاء الله باذن الله غادي نشاركها معكم. ديك العجينه العاديه اللي كنعجنوها ورقه على ورقه وكنديروا في وسط منها الزيت والنشا، ومن بعد كنديروها ندلكوها ونديروها في المقله. هي هذه اللي درت انايا، ماشي شي ورقه زعما اللي هي صافي هكا حتى نسالي وغادي نجمعهم كاملين. غير بغيت باش نقضي عندي هاد الفرماج وهاد لي زيبيناغ، وبغيت باش نقضي وصافي. هادشي اللي كاين. من بعد ما ساليت البريوات ديالي، هاد شويه الجبن والسبانخ اللي عندي دار لي 10 ديال البريوات، الله يجعل البركه باش يفطروا واحد 3 الناس. وهادو اللي بقاو ما غاديش نرميهم، غادي نجمعهم حتى ندير بهم لي كيش. عندهم عندنا فاش نستعملهم. هادشي اللي بغيت نقول. دابا غندير لهم الطحين باش غنسدهم غنديرهم في الفران هكا، وغنبقى حتى نكملهم كلهم. ما عندي شيء بزاف، عندي غير 10 غير ديال الفطور ديال نهار واحد باش ندوزو هذا النهار بعدا. ومن بعد عاد وبهاد الحاله هذه ساليت البريوه ديالي كلها، دهنتها بالزبيده وغندخلها الفران. بسم الله على بركه الله حبابي. ها الفطور ديالي وجد. ها نتوما شفتوا هاد الحسوه هذه راه غزاله وتبارك الله كلها تغذيه، لان الشيشه وبداز راه هما زوينين بزاف، خصوصا مع هاد الاعشاب اللي درت فيها وتميرات. وكذلك البريوه ديالنا ديال الجبن. ها نتوما ديال الجبن، ها نتوما نقسم معكم وحده وتشوفوها جات غزاله تبارك الله والصلاه على النبي. ها نتوما كيفاش جات معلكه وكتشهي وسخونه. كنتمنىكم ان شاء الله باذن الله تجربوها وتقبلوا على هذا الفطور المتواضع اللي بغيت نشاركه معكم. ساهل ماهل، ما فيه شيء تكلفه، غير باش كنقضيو الفطور ديال الصيام هكا من غير رمضان. صراحه الله احبابي البريوه جات غزاله بالجبن والسبانخ. كنتمنىكم ان شاء الله نجربوها، وراه بدون تكلفه. وكيف ما شفتوا الورقه حتى هي صوبتها غير على يديا في الدار، حتى حاجه ما خديتها من برا، لانها جات لذيذه وغزاله ومقرمشه في نفس الوقت. كنتمنىكم ان شاء الله تجربوها حبابي، وكنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على المشاهده ديالكم. خليت لكم الراحه ومع السلامه حبابي، وبصحه وراحه.